اهلا، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جيت لكم في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. جايبين بقى تكمله للمشتريات اللي بتاعت الفيديو اللي فاتت. معرفش ده هيبقى الجزء الاول ولا ده هيبقى الجزء التاني، بس معرفش بقى، معرفش انهي اللي هينزل الاول وانهي اللي هينزل التاني. بس يلا بينا نبدا في المشتريات القمر اللي انا بحبها، وكلنا اصلا كبنات كده بنحبها وبنعشقها. اول حاجه كده اشتريتها هو المج ده تحفه تحفه جميل. هو كده فيه معلقه، استنوا مش عارفه، بس هو فيه معلقه، فيه معلقه المج بتاعي. ثواني كده اشوف المعلقه وارجع لكم. لا، هو طلع ان هو مفهوش معلقه، هو طلع ان هو فيه سليمون كده اهو. شايفين؟ يا خلاص يا خلاص، شكله حلو خالص، عجبني خالص. بصوا الغطا ده خشب، وهي كده الدبدوبه بلاستيك، وكده محطوطه كده بضغط، والشاليمو اكريليك. على فكره يا بنات، في دلوقتي يعني ايه يا ربي فكرني. في دلوقتي اللي هي اسمها ايه دي، اللي هي الفرشه اللي بتنضف الشاليمو من جوه. هو لو كان اكريليك او كان كده، ففي فرشه بتنضف، يعني ما تقلقيش بقى ايه ان انتي مش هتعرفي تنضفيه، وتبقى فيه مشروبات مثلا زي افوكاتو جوافه فبتمسك بقى. واشتريت كمان المج ده. على فكره يا بنات، المجات دي سعرها 130، اي مج هوريهولكم سعره 130 من نفس الحاجه كده. ده كده يختلف، ايديه تختلف، بصوا شايفين ايديه تحفه. وادي المج، ومحدش يقول لي ان اسمها ايه دي مقاطعه او مش مقاطعه، يعني ده مج يا جماعه، مج. والناس دي طبعا بس ان الطبعه مقاطعه او كده، لا ده مج، يعني ما رحتش اشتريت من البراند نفسه، ده مج. شايفين شكله تحفه. استنوا بقى ايه اشيله معاكم عشان بحب اشيل كل حاجه. معرفش المجات دي ممكن تتحط على النار ولا لا، بس بتستحمل حاجات سخنه. يعني انا جربت اعمل فيها حاجات سخنه، فهي بتستحمل حاجات سخنه، بس انا ما جربتش ان انا احطها على النار مباشر، مع اني يعني اللي اشتريتها منه قال لي عادي حطيها على النار مباشر. بس مش عارفه بقى. نقفله كويس بس كده. نخش بقى على المج التاني اهو. ده تحسوه رمضاني شويه، هو تحفه كده اهو. حجمه كبير على فكره، يعني الحجم بتاعه كبير والازاز بتاعه حلو جدا. ده الشاليمو بتاعه، بس انا شايلاه لان ايه، لو حطيته في الكرتونه هيضغط عليه، فاهمين؟ اهو كده. مثلا انا هقفله كده وهقفل مثلا كده، هيبقى ضاغط الشاليمو، هيبقى ضاغط على المج، فممكن لا قدر الله يعني ايه يكسرهولي، فانا ازعل واتضايق، والله اتضايق جدا. مش عارفين ممكن يحصل ايه. والمج ده كده، المج ده بقى ب75 جنيه، كبير قوي قوي يعني. ده تجيبي واحد انتي وجوزك، ما تجيبيش اتنين. لو انتم ملاحظين ان انا جايبه من كل حاجه واحد واحد، مش جايبه اتنين يعني. لا يا جماعه، يعني معروفه، يعني نفسي في ده ونفسي في ده، ما اجيبش اتنين من كل حاجه، اجيب واحد من كل حاجه، ما انا كده كده انا اللي هشرب فيه. اهو مش عارفه المج ده واضح ولا ايه، بس عشان الاضاءه اهو. هو 75 جنيه، حجمه كبير جدا. استنوا بقى كده. ودي اللي وريتها لكم الفيديو اللي فات او الفيديو ده، يعني ما اعرفش انهي اللي هينزل الاول. بصوا تحفه، بتخلي الحاجه سخنه، باخدها معايا الجيم، باخدها معايا في كل مكان، حلوه جدا. دي الكرتونه بتاعتها. اشتريت كمان المج ده. المج ده كان ب45 جنيه اهو. استنوا بقى ايه اوريكم اهو. هو كده شايفين؟ لو شايفين بس ايه شكله عشان الاضاءه، هو كده بغطا ومعاه معلقه. المجات دي تحفه يا بنات، المجات اللي طالعه اليومين دول تحفه. عايزين بقى مجات رمضان وكده؟ قولوا لي تحت في الكومنتات يا بنات، بداتوا تفريزات رمضان ولا لا؟ انا ما بداتش اي حاجه، انا قاعده معاكم ما بداتش اي حاجه، مستنيه انتوا تبداوا عشان انا ابدا. يعني ما تبقاش البدايه جايه من عندي، دايما كده ما بحبش البدايه تيجي من عندي.
اشتريت كمان المج السكر ده. المج ده فعلا سكر، بس السكر ده عايز حاجه كبيره. على فكره هو فيه معلقه بس صغيره مش باينه. بصوا ده كبير قوي، كبير قوي يا بنات، بجد كبير جدا. بصوا اهو، مش عارفه ليه حاساه كوبايه عصير مش مج. شايفين؟ سعره كان، هشوف لكم سعره دلوقتي عشان ابقى فاكره. سعره هو مكتوب عليه ب100 جنيه، سعره ب100 جنيه. اشتريت كمان الكوبايات السكر دي عشان ندلعه بقى، ندلعه، ما نخلوش يخرج مع اصحابه ولا اي حاجه، مفيش الكلام ده. احنا هنعمل لك في البيت كافيه وهنعمل لك في البيت قهوه، ما تخرجش وخلاص. بصوا الكوبايات القمر دي، بس انا زعلانه جدا جدا يا بنات. بصوا في واحده اتكسرت، انا وجايباها، في واحده اتكسرت يا ناري. مش عارفه هي اتكسرت ولا فيها زياده من الازاز ولا ايه، مش عارفه، بس انا خايفه. وبرده دي واحده تانية فيها زياده من الازاز. بصوا شكلها، يا خرابي يا خرابي على الرقه، شكلها حلو جدا. تتخيلوا بقى فيها كوبايه مانجا كده ولا عصير برتقان، تحفه تحفه بجد. بجد انا بشتري حاجات تحفه، انا بجد ذوقي تحفه اصلا. ده يا بنات سعره كان 150 جنيه. اعملوا يا بت كافيه في البيت، تمام؟ ما تخلوش يخرج ولا يخرج على القهوه ولا بتاع. انتوا عايزين يقولوا عننا ايه، بنخرج جوازاتنا على القهوه؟ لا طبعا. الكوبايه دي يا بنات ملهاش كرتونه، انا مشتريها من غير كرتونه، يعني بيبقوا 6 مع بعض. فانا عجبتني اخر واحده، كانت اخر واحده، ما اشتريتش ال6. حلوه جدا، بشرب فيها قهوه وبشرب فيها مشروبات سخنه وبشرب برضو فيها مشروبات ساقعه، تحفه وشكلها حلو جدا. ما بتظهرش غير لما بتحطي فيها عصير او اي حاجه. الكوبايه دي كانت عامله 75 جنيه او 45 جنيه، مش فاكره كويس، مش فاكره بقى هعمل ايه، مش فاكره وخلاص. هو كده. انا وريتكم المج ده، لا لسه ما وريتكوش، هوريلكم. ده ب45 او ب55. على فكره انا اشتريت الحاجات دي مش كلهم في يوم واحد، بصوا اهو شكل الدبدوبه تحفه. بشرب فيه مشروبات سخنه وبرده مشروبات ساقعه. هو كده جاي في كرتونه، في مجات ما بتجيش في كرتونه، بس انت حاولي تجيبي اللي هو بكرتونه بيبقى افضل يعني. اهو ده شكله. عايزه اعمل لكم بقى، اقوم الصبح كده اعمل لكم ستوريهات وبتاع، بس يعني مش قادره، انا صحتي على قدي، بقوم الصبح كده مش طايقه حياتي. بس والله ان شاء الله يعني هتشجع كده واعمل لكم ستوريهات وحاجات حلوه. يلا بقى نشوف الكوبايات التحفه دي. الكوبايات دي يا بنات سعرها 105 جنيه، 105. يلا نشوف ابو 105 ده. بسم الله. شايفين الكوبايات؟ شايفين تحفه يا بنتي ولا مش تحفه؟ والله تحفه وجميله. الكوبايات دي تقيله وحلوه جدا. الكوبايات دي تمشي سخن وتمشي كمان ساقع، حلوه جدا. انا شايفه ان شكلها حلو جدا، شكلها شيك. بصوا من تحت اهي، شكلها حلو وتقيله. انا جايبه ال6، جبت ال6 ب105. انت ممكن تجيبي 2 او تجيبي 4، لا لو انت مش بتحبي يعني تجيبي عدد كبير من الكوبايات، لان في ناس مش بتحب حرفيا موضوع ال6 او ال12 ده. 2 شاليمو، مش عارفه اعمل لهم ايه يعني، مش عارفه الفهم ازاي ولا اعمل ايه يا ربي. اخر حاجه بقى معايا السكر ده انا جايبه منه الصغير والكبير علشان اعمل له يعني كافيه كده في البيت، شغل كافيهات كده في البيت عشان ما يخرجش بره خالص. ربي يكون بيسمع الفيديو ده وما يخرجش بره. اهي شكلها حلو في العصير، شكلها تحفه. طبعا دي طبقات صباعي او طبقات التراب من المحل يعني. بصوا شكله تحفه خطيره. دول يا بنات 6، انا جايبه ال6، جايبه ال6 بس. بقى يا بنات ده كان فيديو النهارده. عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسيش تقولي لي ان جديده تحت في الكومنتات عشان ارحب بيكي بطريقتي. نورتوني.